تعمل ايه لما دماغك تبقى فاضيه وما فيهاش افكار ومش طايق جهازك ومش عارف تصمم؟ كل الاسئله دي هنجاوب عليها بعد الانترو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من ZackWorks.com. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. حلقه النهارده مهمه جدا لكل الناس اللي شغالين في المجال الفني عموما والديزاينرز خصوصا، حاله الكريتيف بلوك اللي كلنا بنعاني منها. هنعرف ايه اسباب الحاله دي وهنحاول نوصل لحلول ليها، وكمان هنعرف مصادر الافكار ايه، وكمان محضر لكم مفاجاه كبيره جدا بس مش دلوقتي، اخر الحلقه. الكريتيف بلوك مره واحده تلاقي نفسك مش طايق جهازك ولا طايق الشغل ولا عندك افكار ومكتئب ومش طايق احد، كل اللي انت عايز تعمله انك تقعد ما تعملش اي حاجه. الحاله دي كلنا بنعاني منها كفنانين او جرافيك ديزاينرز خصوصا، يعني مش بس جرافيك ديزاينرز، ممكن يكون اي حد شغال في المجال الفني عموما، مؤلف، كاتب، او اي حد عموما شغال في مجال ابداعي. الحاله دي اسبابها ايه؟ ممكن اول حاجه خالص ضغط الشغل، ممكن يكون رخامه المديرين والعملاء، او انك ما بتاخدش اجازات وراحات عمل، او انك مش عارف تحقق حلمك او هدفك مثلا، وساعات كتير مش بيبقى ليها اي سبب. بس الميزه الوحيده في الكريتيف بلوك انها بتخليك تعرف انك مبدع، لانها مش بتصيب غير الناس المبدعين بس، فدي حاجه كويسه كفيله ان هي تخرجك اصلا من الحاله دي. ايه الحل؟ قبل ما اقول الحلول، في حاجتين لازم تعملهم لو انت عندك الحاله دي وبتعاني منها دلوقتي. اول حاجه، ابعد عن الكمبيوتر خالص. تاني حاجه، ابعد عن الكمبيوتر خالص. اول حل، البيئه اللي انت عايش فيها، مكتبك، مكانه، الاضاءه، غير كل ده، غير نظام الاوضه عشان تحس بفرق. الحل التاني، اعمل اي حاجه انت بتحبها وكل حاجه، يعني مثلا حاول تتفسح، اخرج، سافر، خد اجازه من الشغل، اخرج مع اصحابك. الفكره هنا انك تعمل حاجات كتير قوي انت بتحبها عشان تحس انك غيرت. الحل التالت، روح مكان جديد انت عمرك ما رحته. الاماكن الجديده بتفرق معانا قوي، بنشوف ناس جديده، بنتعرف على اصحاب جداد، وده بيخليك تحس ان في تغيير حصل. رابع حاجه، غير عاداتك. شوف انت متعود تعمل ايه كل يوم وغيره. يعني مثلا بتنام بدري، نام متاخر، بتصحى الصبح بدري، اصحى متاخر، عشان تغير الروتين اللي انت عايش فيه، وممكن يكون سبب اساسي في الكريتيف بلوك. 5، دلع نفسك، اعمل تسريحه شعر جديده، احلق دقنك، البس اللي على الحبل حتى لو انت قاعد في البيت، اشرب هوت شوكليت، جميل الهوت شوكليت. 6، زور اهلك واقعد معاهم. مشكلتنا ان احنا نيله مصممين ما بنشوفش اهالينا غير كل سنه مره، وملناش في الجو العائلي والكلام ده، فحاول تزور اهلك وتعيش معاهم يوم اجتماعي كده ويوم عائلي، هتحس بفرق كبير بعدها. 7، اتعلم حاجه جديده، واللي اقصده هنا مش مهاره جديده او سكيل في الجرافيك ديزاين او في مجالك عموما، لا، اتعلم حاجه جديده خالص بعيده عن مجالك، زي مثلا الطبخ، نجاره، اتعلم آلة موسيقيه، حلو قوي الموضوع ده على فكره، او ممكن تلعب رياضه. الحل الثامن واهمهم، اتكلم مع مامتك او باباك او مع اصحابك او مع اي حد تشوفه قدامك، بس مش في حاله الكريتيف بلوك اللي عندك. اتكلم في مشاكلهم، اعرف يومهم كان ماشي ازاي، اتكلم في حاجه تخصهم، هتحس بفرق كبير بعدها. كده الحمد لله خلصت حاله الكريتيف بلوك وخرجت من المود ده يا معلم. نخش بقى في المهم، مصادر الافكار. مصادر الافكار والالهام للناس كتير ومختلفه. اول مصدر معانا الافلام والمسلسلات. في ناس مصدر الهامها الافلام، وانا واحد من الناس دي بصراحه. تعالوا نمسك الفيلم كده، هتلاقي في الفيلم ايه؟ تترات البدايه والنهايه، ادي اول حاجه. تاني حاجه، بوستر الفيلم، الكتابه اللي هو السيناريو، يعني التصوير، الاخراج، الفيجوال افكتس، الحبكه الدراميه، الاضاءه، المزيكا، كل دي مصادر الهام ممكن تلهم الفنان اللي قاعد بيتفرج او المصمم الجرافيك اللي بيتفرج. طب تعالوا نشوف كده، تترات البدايه والنهايه موشن جرافيك ديزاينر، البوستر جرافيك ديزاين وكمان تصوير، الفيجوال افكتس موديلنج بقى ولايتنج وشيدنج وحاجات كتير قوي. شفتوا قد ايه الفيلم مليان حاجات ممكن نطلع منها افكار. المزيكا مصدر مهم جدا من مصادر الالهام، وبرضه مصدر مهم جدا بالنسبه لي في الموشن جرافيكس وفيلم ميكنج. المزيكا بتعتبر 50% من الشغل، وال50% التانيين للفيديو او للصوره اللي انت بتشوفها. القرايه، الكتب والروايات والقصص القصيره مصدر خصب جدا ورائع لاستلهام الافكار. وده ليه؟ لانك لما بتقرا بتبقى معتمد على خيالك انت بس، مش خيال المؤلف او المخرج اللي قرا مثلا روايه وعملها لك فيلم. البورتفوليوز طريقه جامده جدا لاستلهام الافكار. اتفرج على شغل كتير لناس مبدعين على بيهانس وارت ستيشن وفيميو ويوتيوب، ومصدر حلو قوي عشان تغذي عينك. الجيمز، الالعاب دلوقتي بقت متطوره جدا وفيها كميه جرافيكس وفيجوال مهوله، لان انت بتبقى المتحكم في قصه اللعبه وانت القائد بتاعها، فبتقدر تتخيل سيناريوهات مختلفه وانت قاعد بتلعب، فده مصدر مهم قوي لاستلهام الافكار. السفر، في ناس بتعشق السفر وبيقولوا فيه 7 فوائد، ويكفيك ان اول فايده من فوائد السفر هي تفريج الهموم. الطبيعه، الرسامين دايما هو مصدر الهامهم الاساسي الطبيعه، مش بس الرسامين، الموسيقيين والمخرجين والمؤلفين وكمان مصممين الجرافيكس. الاحلام، في ناس بيجي لها افكار وهي نايمه بتحلم. مخرج مثلا نام حلم باحداث فيلم كامله وصحي الصبح كتبها بقت فيلم. انا نفسي حصل لي الموضوع ده قبل كده، نمت فعلا وحلمت باحداث فيلم كامله، واول ما صحيت من النوم رحت كاتب على طول اللي انا حلمت بيه، بس قررت بعدها ان انا لازم اتغطى كويس قبل ما انام.
الاطفال، القعده مع الاطفال ممكن تجيب لك افكار كتيره جدا ومختلفه عن كل المنطق اللي احنا بنشوفه، لان هم بيشوفوا الموضوع من وجهه نظرهم هم. اسال اي طفل عندك واطلب رايه في شغلك مثلا، هتلاقي وجهه نظر مختلفه تماما، واحنا كفنانين ومصممين جرافيكس محتاجين وجهه النظر المختلفه دي. وقت النوم، بيحصل لاي حد مننا انك قبل ما تنام الشويه نص ساعه اللي قبل النوم دي بتلاقي دماغك شغاله في مليون حاجه وكميه افكار بتجيلك من كل حته. حاول تستغل الوقت ده جدا، واي فكره تجيلك تقوم تجري على طول وتكتبها في ورقه وقلم وترجع تنام تاني، عشان اكيد هتجيلك افكار تانية. المواصلات، معظمنا لما بيركب المواصلات بيضيع ساعه وساعتين يمكن اكتر كمان في الزحمه. الوقت ده انت ممكن تستفيد منه في القرايه او النوم او انك تقعد تفكر، صدقني بيطلع افكار زي الفل الوقت ده. ايفنتات الجرافيكس جديده على عالمنا العربي، بيبقى فيها تبادل افكار وبنتعرف على مجالات جديده ساعات كتير ما بنبقاش سمعنا عنها قبل كده، وكمان بتبقى مصدر قوي جدا لتكوين الصداقات والعلاقات الجديده. حاول تروح ايفنتات كتير في مجالك وصدقني هتستفيد قوي وهتعرف قيمتها بعدين. قعدات البرين ستورمنج، القعدات دي جامده جدا لما بتقعد انت وشويه اصحابك كده مثلا لو مصممين او في مجال واحد، تقعدوا تفكروا وتعملوا عصف ذهني وتعصروا دماغكم عشان تطلعوا فكره جديده ومختلفه. القعدات دي بيطلع منها افكار جامده جدا، حاول تزود منها. ودلوقتي فقرة الريكومندد اللي فيها بريكومند ليكم فيلم او اغنية او رواية او قصة او كتاب او فيديو على اليوتيوب او اي حاجة علشان تتفرجوا عليها بعد الحلقه. الريكومندد بتاع النهارده باكج شيدرز كامله محترمه جدا للسينما 4 دي، والاجمل من كده انها مجانيه تماما من الفنان الجميل مصطفى عزب. هتلاقوا لينكات الداونلود في الديسكربشن بتاع الفيديو، هتخش على اللينك وتكتب هنا 0 عشان تحمل الباك فور فري. وطريقه السيت اب على السينما 4 دي مصطفى عزب حاطط فايل تكست ليها بالتفصيل في فولدر الباك. ودلوقتي جه ميعادنا مع المفاجاه اللي قلت عليها في اول الحلقه. المفاجاه هي ورشه فوتوشوب فوتو مانيبيوليشن كامله للتصميم اللي هنشوفه دلوقتي ده. الورشه متقسمه ل3 دروس. الدرس الاول تجميع الصور والستوكس وفصلها وتحضير ملف البي اس دي. الدرس الثاني تظبيط الشادوز والاضاءه والعمق في التصميم. الدرس الثالث تصحيح الالوان والوصول للاضاءه السينمائيه. مواعيد الورشه: اول درس يوم الجمعه 28/4، ثاني درس يوم السبت 29/4، ثالث درس يوم الاحد 30/4. مكان الورشه هنا في قناتي على اليوتيوب. تابعوا معايا ورشه الادغال. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. لو عندك حلول لحاله الكريديف بلوك اللي كنا بنعاني منها دي سيب كومنت تحت، ولو عندك مصدر الهام او افكار مختلفه عن المصادر اللي انا قلتها دي، او حتى لو مصدر الهامك واحد منهم، سيب لنا وقول لنا في الكومنتس تحت لان ده يهمني جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان نشوف الحلقات الجايه. كان معاكم محمد زقزوق من زاكوركز.com. السلام عليكم.